السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مبدئيا كده انتوا قريتوا عنوان الفيديو، وانا حابب اقول لكم ان عنوان الفيديو ده فيك، كذب، وده من ضمن الكذب والتدليس اللي حاصل على الساحة الرياضية بمعنى ادق عشان نلم مشاهدات. لكن لو اتكلمنا بقى على الحقيقة والواقع اللي انا حابب اتكلم عنها وجاي النهارده عشان اتكلم عنها، ففي مواضيع مهمة جدا محتاجين نتكلم عنها. الكذب والتدليس اللي بيحصل في الساحه الرياضيه، وبرضه في ملاحظه كده كان سببها في يوتيوبر زملكاوي اسمه عبد الله، انا مش فاكر اسمه عبد الله ايه، لكن ده طلع من فتره كده وكان عامل قلق على السوشيال ميديا من فكره ان هو كان احدى لجان نادي الزمالك، او احدى لجان مرتضى منصور لنادي الزمالك. وطبعا شفنا فيديوهات، يعني هحاول انزل لكم منها فيديوهات، يعني من الفيديوهات بتاعته اللي قال فيها ان هو لجنه، وبعديها طبعا حد تواصل معاه وهدده وقصه كبيره جدا. لكن انا بصراحه الموضوع دوت اثار يعني اهتمام كده كبير جدا بالنسبه لي، اني اروح ادور، وخلاني لاحظت حاجه مهمه جدا. معظم اليوتيوبرز المشهورين والمعروفين يعني، او اللي مسمعين وعندهم نسبة مشاهدات عالية جدا، زملكاوية. طب ده ليه؟ يعني ما احنا برضو، يعني انا بعمل محتوى بقالي كتير جدا رياضي، مش مهتم قوي يعني، لاني مش فارق معايا مشاهدات من مش مشاهدات، مش مستني حاجة من اليوتيوب، مش مستني حاجة فلوس ولا زفت. هي الفكرة كلها بس ان انا بعمل حاجة بحبها. انا بحب اتكلم في الكورة، بحب اتكلم في اللي بيحصل في الاحداث والدنيا وبتاع، عشان كده بعمل فيديوهات. لكن هي فعلا كانت لجان، بتدعم من من زملكاويه تقال، ومنهم واهمهم مرتضى منصور، علشان يطلع يقول فكره قدام الناس. وكان بيدعم، وكان بنبص نلاقي مشاهدات، وهوب الريتش بتاعه بيبقى عالي جدا بسرعه رهيبه. طبعا قيس على ده امثله كتير، وكلنا عارفين مين اليوتيوبرز اللي بيتكلموا، من اليوتيوبرز الزملكاويه، ومش لازم نقول اسامي. لكن نقطه تانية بقى حابب اتكلم عنها، الكذب والتدليس اللي حاصل في اعلام الزمالك، مش بس في اليوتيوبرز، لا الاعلام كمان، وده اهم. يعني نقول اليوتيوبرز، مش كل الناس بتتفرج على الفيديوهات بتاعت الناس دي، لكن الاعلام ده بيدخل كل بيت وبيأثر في كل الناس، بيأثر في الأجيال الجديدة كمان. فللأسف بيعرفوا يقنعوا. يعني واحد من الناس دي مثلا، نقول إعلاميين بقى، لا أنا هقول أسامي. يعني مثلا لو اتفرجنا على قناة لا مش ام سي مصر، ام سي مصر عليها بصراحة الإعلامي المحترم إبراهيم فايق، وده أنا شايفه أكتر إعلامي. يعني انا اتفاجئت ان ابراهيم فايق ده زملكاوي في كاس العالم للانديه على فكره، او قبل كاس العالم للانديه، والله ما كنت اعرف ان هو زملكاوي، لانه فعلا بني ادم بيدي كل فرقه بتتفوق حقها. لكن لما نيجي نتفرج مثلا على الاعلامي المحترم برضه سيف زاهر، على ابراهيم عبد الجواد، على كريم رمزي، الاعلاميين دول كلهم، وطبعا بقى لو هنتكلم بقى على المحللين، دي قصة تانية كبيرة جدا بقى. يعني عندك أحمد حسام ميدو، عندك الهجاص، عندك ناس كتير جدا جدا جدا، إلا من رحم ربي، يعني بيطلعوا يقولوا حقائق. يعني لما هنيجي نتكلم هناخد مثال مثلا في مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. الأهلي في كأس العالم للأندية يا جماعة، ما فيش حد بيدخل في أي حاجة فيها منافسة إلا وليها سلبيات وليها إيجابيات. فأنت ما ينفعش تطلع تقول لي إن لا، إن مشاركة الأهلي في كأس العالم كلها سلبيات. لا 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 لا، مش هصدقك ومش هقتنع. فأنت لو عايز الناس تصدقك، المفروض تطلع تتكلم مع الناس يعني بشكل من المنطق. قول ايه السلبيات، قول ايه الايجابيات، ما تقوليش ما فيش ولا ايجابيه من مشاركه الاهلي. ازاي ما فيش ايجابيه؟ ده النهارده مثلا على سبيل المثال، النهارده الاهلي وصلوا من الفيفا 7 مليون و800 الف دولار مثلا.
او 7 مليون و900 الف دولار، يعني ما يعادل 8 مليون دولار. هو ده مش مكسب؟ دي مش ايجابيه؟ لما الاهلي يدخله 400 مليون جنيه من مشاركته في كاس العالم للانديه، دي مش ايجابيه؟ طيب بيع وتسويق المعسكر بتاع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ده دخل فلوس. النادي الاهلي عمل معسكره ببلاش، بل بالعكس واخد فوقه فلوس. هي دي مش ايجابيه؟ ما هي ايجابيه. طب جمهور الاهلي اللي كان مالي استاد ميت لايف كاننا في استاد القاهره، هي دي مش ايجابيه؟ ما هي ايجابيات. طيب لو هنتكلم عن الايجابيات الفنيه، هو محمد علي بن رمضان ده مش ايجابيات؟ زيزو والاداء اللي ظهر بيه مع الاهلي دي مش ايجابيات؟ وسام ابو علي اللي تضاعفت قيمته التسويقيه دي مش ايجابيات؟ ما دي كلها ايجابيات يا جماعه. كل لاعيبه الاهلي القيمه التسويقيه بتاعتها اتضربت في 2. ما هي دي ايجابيات. في سلبيات فنيه كتير جدا. عندنا المنظومه الدفاعيه بحارس المرمى متدمرين، مش مختلفين. لكن لما تيجي تكلمني بقى علشان اصدقك، علشان احترمك حتى، انت لازم تقول لي فين ايجابياتك وفين سلبيات، يعني فين ايجابياتي وفين سلبياتي. وانا لما تقنعني والاقيك بتتكلم بشكل من المنطق، اكيد هحترمك واكيد هسمعك واكيد هشاهدك، اكيد هتفرج عليك، لاني خلاص عرفت ان انت راجل محترم. زي ما لسه قايل دلوقتي على ابراهيم فايق انه اعلامي محترم، اعلامي صادق، مش زي ناس تانية هو اسمه صادق ولكن لا يعرف اي شيء عن الصدق. يعني هو دي كل الفكرة، هو ده الغرض من الحلقة دي، والغرض من الكلام اللي انا طالع اقوله النهاردة، انه يا جماعة الكذب مفيش اكتر منه. انا سهل جدا اكتب على فيديو اي حاجة زي اللي انا كاتبه دلوقتي وهحصل مشاهدات وهعمل ريتش وبتاع، لكن في الاخر انا صفر. فين احترامي لنفسي لما اقف قدام مرايتي؟ لكن في ناس ما بقاش بيفرق معاها شكلها، فارق معاها فلوس، فارق معاها اللي جاي، فارق معاها الانكم بس. لكن انت بقى شكلك قدام الناس واحترامك قدام الناس مش موجود. وطبعا انا ما بعممش، لا، زي ما قلت في ناس بتحترم نفسها وفي ناس بتحترم المكان. يعني مثلا واحد زي الهستيري مثلا على سبيل المثال، ده راجل بيحترم نفسه، راجل لما الاهلي بيكون حلو بيطلع يقول لك الاهلي حلو جدا وبيتكلم عن الاهلي كويس جدا. لما الاهلي بيكون وحش بيقول لك لا الاهلي وحش. على فكره اسمه عبد الله السماك اللي كنت بتكلم عنه، بتاع لو عايزين تدخلوا هتلاقوه على الفيسبوك، هتلاقوه على اليوتيوب، اسمه عبد الله السماك، اللي طلع قال انا لجنه من لجان، او انا كنت في يوم من الايام لجنه من لجان نادي الزمالك، وبعدين لقى نفسه ماشي في السكه تضليل ولقى نفسه مش محترم نفسه، فطلع الراجل قال الحقيقه وطلع بقى بيدعم الاهلي لان عارف ان الاهلي فرقه كويسه. اسمه عبد الله السماك، تقدروا تتفرجوا عليه على الفيسبوك. ولد محترم فوق الوصف، عيل شقيان، يعني عيل شقيان واقف على دراعه يعني. فهو دي الفكره، ان اللي بيحترم في الاخر بيحترم نفسه، واللي ما بيحترمش في الاخر محدش بيحترمه. اللي ما بيحترمش نفسه محدش من الناس بيحترمه. هو ده كل اللي كنت حابب اقوله. وعشان ما بقاش طولت عليكم، يا رب ما ننساش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير.